عندكم عزومة وعايزين تقدموا لضيوفكم طبق يبان ان هو شيك قوي ومتعوب عليه، او لو حتى عايزين تقدموه لاولادكم في البيت. النهارده هنعمل مع بعض فخارة الكباب التركي باسهل طريقة. استخدمت 3 بصلات كبار قطعتهم شرايح او جوليان، وبعد كده ابتديت ان انا اضيف عليهم الملح والفلفل واقلبهم مع بعض كويس جدا لغايه ما كل البصل بياخد طعم الملح والفلفل. بعد كده عندي الطماطم مقطعاها مبشوره وضفت عليها البطاطس، ودي الهريسه اللي كنا عاملينها مع بعض السنه اللي فاتت لو فاكرين. بعد كده ابتديت ان انا اضيف عندي قطع اللحمه بتاعتي، تقدروا تعملوا الطاجن ده بالفراخ او حتى باللحمه زي ما انتوا حابين. وفي البهارات استخدمت بابريكا مدخنه و7 بهارات، وابتديت ان انا اضيف معاهم بهارات البطاطس اختياري لو حابين تضيفوها. ابتديت ان انا اضيف كل الخليط بتاعي في الطاجن وادخله على الفرن. بياخد في الفرن من ساعه ونص لساعتين على نار على درجه حراره 180. هنا اختياري، اما ان انتوا تضيفوا معلقه كبيره من السمنه او تضيفوا قطع صغيره من الدهن، يعني حوالي 50 جرام. وطبعا ممكن تستخدموا الصلصه او تستخدموا معلقتين من الصلصه لو عندكم صلصه مش فريش. وبعد كده بضيف عليها فصوص الثوم والفلفل لو حابين ان هو يكون حار، وبغطيه بالفويل وبدخله على الفرن. وطبعا العجينه عملناها قبل كده اكتر من مره، وهكتب لكم مقاديرها كلها في الكابشن. ابتديت ان انا افردها، وبعد كده فردتها على وش الطاجن بتاعي، وبعد كده ابتديت ان انا ادهنها من فوق بصفار البيض. وطبعا تقدروا تدهنوها بيضه كامله لو حابين، بس صفار البيض بيدي شكل ولون حلو قوي. بعد كده ابتديت ان انا ارش عليها من فوق سمسم وحبه البركه بس مجرد للشكل، ودخلتها تحت الشوايه. وطبعا يا جماعه اول ما بتطلع بيكون طعمها خطير جدا، الطعم والريحه بتكون حاجه تحفه جدا. جربوها في اقرب عزومه عندكم، او حتى لو حابين تعملوها لاولادكم في البيت جربوها وقولوا لي ايه رايكم، وبالهنا والشفا.